السلام عليكم ورحمة الله. شلونكم؟ يا رب تكونون بخير وبصحة وعافية وين ما تكونون. مثل ما تشوفون هذا الحلا الراقي الفخم طريقته جدا سهلة وبسيطة. طبعا إذا كانت عندكم شعرية باكستانية راح تسوون بيها هذا الحلا اللي يجنن. خلوا لايك واشتركوا بالقناة إذا كنتوا أول مرة تزورون قناتنا، وتفعلون زر الجرس حتى تشوفون كل فيديوهاتي اللي أنزلها أول بأول. طبعا ما عليكم بهذا الصوت، صراحة جوارينا يصلحون بيتهم وهو الصوت ما أعرف يعني. المهم حبايبي، بس شوفوا لي الشكل والقوام هو يحكي. حبايبي هذه المقادير قدامكم تشوفوها. راح احتاج شعرية باكستانية، اساس الحلا هذا شعرية باكستانية، سعرها جدا مناسب وبسيط. فهنا راح نحتاج الشعرية الباكستانية، راح احتاج زبد نباتي تلقوه متوفر بأي أسواق، وأيضا سعره جدا مناسب. وهنا راح احتاج قشطة أي نوع متوفر عندكم عادي، أنا استخدمت هاي النوعية كالة. راح احتاج فانيلا. هنا عندي ملعقة من النشا. وأيضا عندي هنا 3 ملاعق من السميد، أنا هنا عندي ناعم. وراح استخدم 4 ملاعق من الشكر أو السكر. بالنسبة للسميد إذا كان عندكم خشن ماكو إشكال، عادي تقدرون تستخدمون السميد الخشن. أنا الصراحة متوفر عندي الناعم فاستخدمت الناعم. هنا أنا عندي بالنسبة للزبدة راح أحتاج 100 غرام من الزبدة. يعني هو مثل ما تشوفون 200 غرام، أنا راح أحتاج للحلا 100 غرام. طبعا بالبداية راح أجيب دلة وأضيف بها هذه المكونات اللي قلت لكم عليها بالبداية، اللي هي السكر والسميد والنشا. طبعا راح أضيف عليهم رشة من الفانيلا بسيطة، يعني تعادل ملعقة شاي. هسه راح أضيف كوبين من الحليب السائل، وهسه أحرك على البارد قبل ما أخليه على النار، أحركه على البارد حتى ما تصير عندنا تكتلات على النار. هسه بعد ما خليته على النار، طبعا النار لازم تكون وسط، وأظل أحرك به إلى أن يثخن عندي القوام. وبعدين أضيف عليه القشطة، وأيضا هسه هم أحرك. وهنا بعد ما صار عندي بالقوام المطلوب بهذا الشكل أطفي النار وأخليه على صفحة. طبعا هنا أنا بالنسبة للشعرية الباكستانية أفرغها بهذه الكاسة وأطحنها بإيدي. إذا تشوفون شلون سهلة، طبعا جدا سهلة طحنها، كلش سهلة. شوفوا طحنتها بهذا الشكل. بعد ما كسرتها للشعرية بهذا الشكل، أجيب عليها زبدة وأضيف عليها 100 غرام اللي قلت لكم عليها بالبداية. ذوبتها وخليتها على الشعرية. وبعدين هسه راح اجيب هذا البايركس اللي عندي، او انتو اي قالب عندكم تمسحوه بالزبدة. انا هنا مسحته بالزبدة مثل ما تشوفون. وبعد ما مسحت البايركس بالزبدة اضيف الشعرية الباكستانية اللي ضفنا عليها الزبد، ونخليها بهاي الطريقة مثل ما تشوفون، تكون لازم مستوى واحد. هسه راح اضغط عليها بايدي بهاي الطريقة، او باي قلاص عندكم بالبيت عادي تضغطون عليه حتى تصير مستوى واحد، طبقة متساوية. هسه يا حبايب راح اضيف الخليط اللي سويناه بالبداية، نخليه فوق الشعرية بهاي الطريقة. طبعا البقع عندي من الشعرية الباكستانية اخلي لي فوق، هي شي بسيط كلش كافي يعني. حبايبي اذا كنتوا جديدين على القناة لا تنسون تخلونا لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس. هسه بعد ما كملت يا حبايب ادخلها للفرن على درجة حرارة 150 من الاسفل نص ساعة ونطلعها. طبعا صارت عندي جاهزة وبخاشوقة شوية ممسوحة بزيت، واسوي الاطراف بهذا الشكل يعني للاحتياط، حتى ما تلزق عندنا بالقالب وتصير عندنا تطلع عندنا قالب وشكلها كلش حلو. صدقوني يا جماعة إذا جربتوا هذا الحلا راح تعتمدوه برمضان إن شاء الله. يا رب يجعلنا من صيام رمضان، يجعلنا ويجعلكم يا ربي من أهله. بس شوفوا لي شلون طلع القالب، بس شوفوا لي شلون طلع الشكل والمنظر، ما أحكي لكم هو يحكي. وطبعا هنا أنا زينته بالورد المحمدي وأيضا بالجوز أو الفستق، أنتوا شنو تحبون تزينوه. حبايبي هنا أنا طبعا زينته وما ضفت الشيرة أو القطر. ضروري تخلون أول شي القطر وبعدين تزينوه للحلا مثل ما تشوفون قدامكم. رجعت أني خليت القطر من أول وجديد.
وبعدين كملت التزيين. أنا هنا زينته بالجوز، وهاي النتيجة. إن شاء الله يا رب عجبكم الفيديو وحبيتوا الطريقة. وهنا راح أقطع قطعة واحدة وأشوفكم الشكل من الداخل. أكيد لا تنسون لازم تجربون الطريقة وتكتبون لنا بالتعليقات شنو رأيكم. طبعا يفضل حبايبي قبل ما تقلبوها بالقالب، هسه تذكرت وقلت لازم أقول لكم قبل ما تقلبوها بالماعون تتركوها تبرد عندكم شوية وتقلبوها بالماعون حتى تطلع عندكم كاملة. وهذا شكلها النهائي. إن شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو. حبيتوا لا تنسون إذا كنتوا جديدين على القناة تدعمونا باللايك وتشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى تشوفون كل فيديوهاتنا أول بأول. وألف صحة وعافية علينا وعليكم يا رب. لا تنسون لازم تجربوا هذا الحلا، عمركم خسارة. كلش طيب والله العظيم، يعني مو يعني بس حكي، بس صراحة كلش طيب صار وياي.